السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي بتنوروا قناتي ملكة المطبخ السوري. السلبين السوري أو العقوب هو نبات موسمي بيطلع بفصل الربيع وبينتشر ببلاد الشام. ممكن نطبخه على عدة أشكال، باللحم القطع أو بالزيت أو بالطحينة. أكلة كتير طيبة ومغذية لأنها بتحتوي على كتير من الألياف والأملاح المعدنية. فرح نتعرف بهالفيديو على طريقة تحضيره وتخزينه. وقبل ما نبدأ الفيديو أحبائي، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون كمية من السلبين أو العقوب. أنا هذا السلبين يعني منزوع منه الأشواك لأنه هو بيكون عليه كتير شوك، وبس مع ذلك بنرد نعيد عليه. فأنا هلأ هيك مثل عم بقشر هدول الأقسام الطولية طويلة، ومنا نتخلص إذا في أي شوكة بدنا نقيمها. يعني بنرد بنعيد عليه، بده هو تنظيفه يعني بشكل منيح. فهلأ هيك أنا عم نظفه بهالشكل هاد، بنظف القطع اللي عندي كلها، بنعيد عليها مثل ما قلت. هو مقيوم منه يعني الأشواك الأساسية الكتيرة. فهلأ هيك عم ننظفه، وحتى هيك مثل ما شايفين يصير لونه أبيض، وأي شوكة بدنا نقيمها بهالشكل هذا. وهلأ كل قطعة عم نقشرها لازم نحطها، نكون مجهزين مي، يعني إناء فيه مي بنحطه فيها، لأنه هو بس نتعرض للهواء بيتأكسد وبيغمق لونه. فأنا هلأ هيك بعد ما عملت الكمية هيك شوفوا كيف لونه ضل أبيض ما شاء الله، حافظ على لونه لأنه كنت عم بحطه بالمي مباشرة. وهلأ أنا عندي هي الكمية وعندي كمية تانية، لأنه أنا عاملة 6 كيلو تقريبا من السلبين. هي الكمية التانية. وهلأ هي بعد هالمرحلة هي لازم أغسله كتير بشكل كتير منيح لعدة مرات، لأنه بيكون فيه أتربة. فهلأ هيك بعدها رح أغسله كتير لعدة مرات مثل ما قلت، حتى ينضف تماما. هلأ بعد ما نظفته وهيك صار بهالشكل هذا نظيف، بدنا نفرمه لقطع تكون كبيرة، ما بنصغره مثل ما ملاحظين هيك، يعني بس قطعتين أو 3 حسب طول القطع اللي عنا. في البعض ما بيقطعوا، بس إذا كانت عنا القطع طويلة بنقطعه بهالشكل هيك. بنقطع هلا هي مثلا هون قطعتها بس لقسمين، يعني مثل ما حسب طول السلبين اللي عندي. وحتى في وقت بيكون عنا قطع بهالشكل هاد، هي بنخليها ما بنقطعها، بتطلع بالأكل كتير طيبة. هلا بالنسبة لطريقة تخزينه، عندي مي على النار عم تغلي، حطيت معلقتين من السكر للمحافظة على لونه. وهلا بدنا نحط قطع السلبين المفرومة المقطعة، بدنا نحطها بهالمي حتى تغلي. احنا هون بدنا نقوم بسلق السلبين. هلا هاي طبعا هلا بتبدا بالغليان، نتركها عدة دقائق بعد الغليان او حتى تطرى عندي قطعة السلبين. هلا هيك بعد ما خلص طريت عندي، برفعها مباشرة تحت الحنفية على مي باردة حتى تبرد تماما، وبصفيها مثل ما ملاحظين هيك صفيت وبردت تمام. وهيك اذا لمستها طرية بدها تكون، حتى وقت الاستواء يعني وقت نطبخها ما تعذبنا بالاستواء. هلا هيك بعد ما صارت عندي هي الكمية هيك جاهزة، بدنا نجهزها للتخزين. فبدنا نجيب أكياس نحطهم فيها. عندي أنا جايبة هدول الأكياس، وممكن الأكياس الفريزر العادية، بس هدول طبعا إغلاقهم أسهل، ما بيحتاجوا للاصق أو غيره. فأنا رح أعبي الكيس حسب يعني الطبخة اللي بدنا نطبخها. وهي السلبين نحن أكلة كتير محبوبة عنا، الأكلة السورية كتير محبوبة، بالذات عنا بمدينة حماة كتير بنحبها وكتير لذيذة. وبنعملها أكتر شي مع لحم القطع الكبيرة وجنبها رز. هلا هيك أنا فرغت الكيس من الهواء وأغلقته بهالسهولة، هي سهل كتير إغلاقه. فهيك مثل ما لاحظتوا سهل هيك تعبئته. معبي كل الكمية اللي عندي بأكياس. مثل ما قلت أكلة كتير محبوبة، فلذلك نحن نخزنها لفصل الشتاء، يعني بتطلع هلأ بالربيع نطبخ منها ومنخلي منها لفصل الشتاء. يعني أكلة كتير يعني محبوبة ومدللة مثل ما بيقولوا، كتير بنحبها. فلأنه هي كمان طريقتها يعني تحضيرها ما سهل بالنسبة لعملها ولأشواكها وهيك.
بنخزنها بهالشكل هاد بالفريزر، بتضل عنا لمدة السنة. أكلة كتير طيبة، واللي ما بيعرفها أو ما داقها بنصحه إنه يجربها. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أحبتي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد، واللايك للفيديو. شكرا كتير لحسن المتابعة.